شهادة مشاركة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسر هنا بقطر. شوفوا معي الشهادة. على مرحبا بالحبايب والإخوان والأصدقاء، إن شاء الله بخير، أموركم طيبة. اليوم بدي أشارك معكم فرحة كبيرة. مهم أنا مؤخرا بشارك في المعارض هنا في قطر، بمثل بالتقليدي بالزاي التقليدي المغربي داخل قطر، تمام. وكل افتخار بفتخر بهاي الدولة وبفتخر بهاي بالأمير تبعها وبناسها المحترمين المؤدبين المخلقين الراقيين المتحضرين قطريين من الآخر. اليوم ألخص الموضوع. اليوم جاتني بروح علشان شاركت في معرض، آخر معرض كان في مشيرب وزارة التنمية، واتصلوا علي علشان أروح وأخذ منهم شهادة تقدير ولا شهادة مشاركة ولا أي شيء. يعني بتعد لي أنا حاجة افتخار كبير من عند دولة عظيمة مثل قطر، ومن عند وزارة التنمية، ومن عند ناسها، وكمقيم وكمهاجر غير بلدي، وكحس أنني وسط بلدي وسط أهلي في جميع المجالات، الحمد لله. وأنا عايش مع أولادي، مش لوحدي، مع أسرتي. عندي 2 أولاد، واحد صغير وواحد كبير يعني الحمد لله، وبكل افتخار. وخليكم معايا علشان نروح واخذ هاي الشهادة، وبعدين نشاركها معكم ونشارك معكم هذه الفرحة، وبعدين نتكلم. شهادة الشكر وتقدير تتقدم وزارة التنمية الاجتماعية والأسر بوفر الشكر والتقدير على المشاركة الفعالة والمتميزة في معرض من الوطن قطر والمغرب. بعد ما شاركت هون في قطر المعرض الأخير اللي كان في مشيرب، تقدموا لي بشهادة شكر وتقدير من وزارة التنمية. الحمد لله، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا كثير لوزارة التنمية الاجتماعية والأسر هنا بقطر على المبادرة القيمة. كمقيمين هنا في قطر في هذا البلد، مقيم تقريبا أكثر من 9 سنوات، ولا طلعت يوم واحد من البلد كلها على طول 9 سنوات على طول، الحمد لله. هذا شرف لي كمقيم في هذه الدولة العظيمة، ومع هاد الناس الكرماء ومع هاد الناس الطيبين اللي كيفتحوا لك بجميع المجالات كأنك في بلدك، وأكثر فأكثر. يعني الحمد لله ما شفنا غير خير. وكانت أنا ووزارة العمل كانت المبادرة شاركت فيها بالملابس الزي التقليدي المغربي وعن التراث المغربي. كان المعرض، شفت الصور والفيديوهات، كنت نحط الصور والفيديوهات. كان المعرض يتكلم أكثر عن التقاليد المغربية والتراث المغربي واللباس التقليدي وجميع الحاجات التقليدية والتراث اللي كيخص المغرب الحبيب. ولي الشرف أن أفتخر كل افتخار أن أكون مغربي، وكنشرف بلادي خارج الأرض الوطن. والحمد لله كمغاربة مقيمين على برا، وكننتمي على هذا البلد العظيم اللي عنده تراث عميق 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 جدا. ومن بين التراث عن الملابس التقليدية، عن كتير حاجات، والحمد لله. وكل الشكر والتقدير لأهل قطر، الناس الكرم، الناس الجود، الناس المحترمين، الناس المؤدبين، الناس اللي شفنا منهم غير خير، معاملتهم الطيبة دائما كيفتحوا لنا المجال. أمير البلد، أمير الله يحفظه التميم، الله يحفظه ويطول في عمره، يعني حبينا يعني بالتعامل الطيب اللي كنشوفه داخل البلد، وكنشوفه بحال هاد يعني وزارة التنمية، ولا كيفتحوا لنا مجالات اننا كنقدموا التراث تاع بلادنا كأننا في بلادنا، ومحترميننا، والحمد لله حاسين بالراحة والتامة. وكل الحمد لله على كل حال. والله كيخونني التعبير، ألف شكر. أنا حبيت نتكلم على هاد الناس ونتكلم على هاد البلد. شفنا الأمير في كأس العالم كيف كان
يحب العرب، وكيف كان يتابع مقابلة العرب، وكيف كان يشجع، وشوف القطريين كيف كانوا يشجعوا، ويشوفوا كيف حمل الراية بتاع المغرب في الملعب مرة ومش مرة ومش جوج، جميع المقابلات تقريبا. وشفنا هاد الناس حبهم، يعني احنا نعيشوا معهم مباشرة ونشوفوهم، والحمد لله. هذا فضل من عند الله، وهذو من اللي تتصبروا الاخوان تاعك اللي كيقدروك وكيحترموك وكيبغيوك وكيبغيو البلد نتاعك وكيعطيوك كثير حاجات. والله شكرا لكم بزاف بالمغربيه. شكرا بزاف بزاف. وحنا في المغرب عندنا عادات، انا امنيتي نقابل قطري في بلدي، ندير اللي ندير، ما نردش هادشي المعامله الطيبه وكثير حاجات اللي نتكلم كعيشتي هنا في قطر وانا والاسره تبعي، وكثير حاجات ما نتوقفش على الكلام. يعني احنا في المغرب مثلا ضيف يجي عندك مثلا وكرمتيه ورحتي لعنده تاني، لازم تعطيه مضاعفه تاع الكرم نتاعك. احنا الحمد لله يعني هذا باش قلت لكم، يعني نتمنى ان القطري ولا هذه نشوفه في بلدي ونخرج الحب نتاعي اكثر في البلد نتاعي، والحمد لله احنا كنسموا اخوان. المهم الف مرحبا وشكرا كثير على هذه مرة أخرى. ما بقول شكرا كثير لوزارة التنمية على هذه الشهادة القيمة، وهذه الشهادة كتظل معايا طول حياتي، لأنني كنحس بنفسي برا البلد ولو ورقة تقدير ولا شكر ولا حاجة عملتها من أجل حاجة بتاع البلد، نحس بحاجة كأنني ميدالية، كأنها معايا ميدالية برا البلد. وشكرا كثير مرة أخرى قطر، وشكرا للأمير، وشكرا للناس قطر، وشكرا الجميع والله تحياتي وتحية طيبة. يخلني التعبير، أنا نحب نتكلم ولا التعبير خاني. تحياتي.